هذه المرثية بعد الأخ والصديق الغالي ناجي أحمد ناجي الزافني رحمة الله تخشاه وأسكنه الجنة، مقدمة من أرض الغربة من الأخ محمد غيلان هزام الزافني، يعزي بها الشيخ أحمد ناجي الزافني وأولاده، وكما يعزي أولاد الفقيد ويعزي الزافن أجمع. كلمات محمد غيلان الزافني، أداء الشاعر أبو سلطان القارني. قال ابن غيلان محمد يا وجع صدري، يا كرباتي يا جروحي يا ألم صبا، غرق بمسات حزني داخل البحر، متى الآمل في حياتي والتمني خاب، قاسي زماني ودمعي بالدمى تجري، عليك يا ابو ناصب يا خيرات الأصحاب، يا قرباتي يا جروحي يا ألم صبا. قال ابن غيلان محمد يا وجع صدري، يا كرباتي يا جروحي يا ألم صبا، يا حزني عاجز بتأليف على شعري، من بين بدا وحرفي والقلم مرتاح، غرق بمسات حزني داخل البحر، متى الأمل في حياتي والتمني خاب، قاسي زماني ودمعي بالدمى يجري، عليك يا ابو ناصب يا خيرات الأصحاب، الفجاعة ضيقت بالحالي والصدري، من وين يا صاحبي بنبلغ الأسباب، والله موتك شطب أعوامي من عمري، نجيت وكل وقلبي في ضلوعي ذاب، نجيت وكل وموت حير الدهري، نجي راحل والقابله صباها اللي صار، نجيت واسد بلحده داخل القبر، والقهر فيني توسد داخل الأهداف، الله يا كيف برثي جوهر النبري، تجاني بيته لمن جاله دوام راحة، ليش يا زمان اختبر بالفجاعة صبري، وصبري عندي سقط من علي الأرتاح، يوم المصيبة جرت قبل الفضل قهري، يوم الربوح هزت الزافن جبل وارتاح، ناجي وعد شباب قد راحي من بدري، ومن رحيله نظر عيني ونوره غاب، في منتصف شهر صنف ليلة القدر، يا ليت من مات فيها يا أولي الألباب، قلت هنا واحنا بجراها ندري، موته بها يسوقه للغالي التواب، أما أنا يا صديقي قهري يا قهري، من بعد موتك كرهت العيش دون أسباب، من ذا يساوي مقامك داخل صدري، فراغي دايم بجوفي بعد كسر الباب، أنت الذي ما مثيلك خواتك فخري، أنت الذي قد عزوابك على الأبناء، وين أخواته ضيب مصر التعزية تجري، من بعد أخوهم وحكم الله غلا، يا
يا ربنا اجبر قلوبا صباها الكسري من بعد ناجي وصبر كاملا اقرا وتعزيه خاص توصل مننا حصري اولادي ناجي في ابوهم الي قدبا ويبانا عز اخواته وابوه على ذكري وتعزيه تشمل الزافن جبل ورثا يا رحمة الله من سابع سما مطري فوق الذي قد رحل ندعي كيف المحرى جدي بغفران ربي والرضا المثري على الذي كان نعم العبد والأنواع يا ربنا ونقله من وحشة القبر جنة الخلد بين الرسل والأصحاب واجعل مقامه جوار الحوض والنهر في جناتك جنة الفردوس يا وهاب وضاعف الأجر له في ليلة القدر وتقبله بالشهادة جانب الخطاب والختم بالفتح على روحه الطهري ثم الصلاة على النبي والآل والأصحاب.